جه الوقت علشان تودع سنة فاتت من عمرك وتستقبل صفحة فاضية لسه ما كتبتش فيها أي حاجة هتضاف لملف إنجازاتك. ناس كتير بيبدأوا السنة الجديدة بعزيمة وإرادة قوية، لكن بينتهي بيهم المطاف بورقة مش منظمة مليانة شخبطة. في فرجة خلينا نساعدك تخلي السنة دي فعلا تفرق في حياتك من أول دقيقة لحد آخر دقيقة فيها. أول حاجة، وقبل ما تبدأ تفكر في السنة الجديدة، مهم جدا تقيم السنة دي قبل ما تخلص. جمع كل إنجازاتك في نهاية السنة وقارنها باللي كنت مخطط له في بدايتها. عيش لحظات فخر بالحاجات اللي أنجزتها فعلا، وحاول تتعلم من غلطاتك اللي كانت السبب في إنك ما تحققش الباقي. الهدف إنك تتعلم منها علشان تحمسك وتخليك عايز تحققها، مش إنها تحبطك بأي حال. ارسم في ذهنك صورة مثالية ليك انت بس في نهاية السنة الجديدة دي. تخيل نفسك ناجح في مجال دراستك او شغلك، مهتم بصحتك، قريب من ربنا ومحبوب من الناس. خد وقت كفاية علشان تتمعن في الشخصية دي وفي قد ايه هتبقى حاجة جميلة فعلا لو قدرت اكون الشخص ده. فتح عينك وتعال نكسر الحلم الكبير ده لمجموعة من الاهداف الصغيرة، واللي بالمواظبة عليها خليك متأكد انك على نهاية السنة مش هتكون بالضرورة شخصية مثالية، لكن احسن كتير من قبل كده. خطأين شائعين ممكن يحولوا بينك وبين إنجاز أهدافك في السنة الجديدة. الأول هو إنك تحاول تبدأ في تحقيق كل أهدافك مرة واحدة كلهم كده مع بعض، واللي بدون شك هيسبب لك لخبطة ملهاش أول من آخر في نظام يومك. أو الخطأ التاني وهو إنك تسيب الأمور تمشي بشكل عشوائي، كل لما تلاقي نفسك فاضي تبدأ تحاول في أحد الأهداف دي، وده لو مش واخد بالك هيخليك في الغالب ما تحققش أي واحد فيهم. عوضا عن كل ده ابدأ بهدف واحد بس وخليه هو شغلك الشاغل لأول كام يوم، وبمجرد ما تقدر تحوله لروتين في حياتك منتظم فيه بميعاد ثابت أو بتعمله كل فترة، ساعتها بس اسحب هدف جديد من قائمة أهدافك. قلنا قبل كده ان كلنا مستنيين الحدث اللي يخلينا نتغير، وده السبب اللي بيخلي الناس مهتمة انها تحدد لنفسها اهداف في الاحداث المهمة زي بداية السنة الجديدة او بداية الدراسة وغيرها، على امل ان ده يكون هو الحدث اللي هيغير حياتهم كلها. ولو كنت عملت كده فغالبا انت اخدت بالك ان ده ما نجحش بالشكل اللي كنت متوقعه. علشان كده خلينا نبقى فاهمين كويس ان مفيش بداية واحدة بس هي اللي منها هتقدر تتغير. على العكس، كل لحظة فشل هي بداية جديدة اقوى من اللي قبلها. بداية السنة الجديدة مش بالضرورة تكون اللحظة اللي حياتك هتتغير عندها، بس خليها تكون هي اللحظة اللي نظرتك للفشل هتتغير عندها. هي اللحظة اللي هتوعدنا فيها ان عمرك ما هتبطل تحاول وتعيد المحاولة مهما حصل. اخر حاجة، خد الوقت انك تشكر ربنا على النعم اللي عندك دلوقتي. كتير من الحاجات اللي حواليك ما كانتش موجودة في السنة اللي فاتت، ومحدش يقدر يجزم هل هتبقى موجودة في نهاية السنة الجديدة ولا لا. ده هيخليك تاخد بالك من حاجات كتير ما كنتش واخد بالك من اهميتها في حياتك، وهيساعدك تهتم بيها اكتر، وهيرفع من حالتك النفسية وهيخليك مبسوط بالظبط زي ما احنا مبسوطين علشان عندنا اصدقاء زيكم. نشوفكم الفيديو الجاي.